هاي. هاي. ممكن اتعرف عليكم؟ مليكة، تاليا، محمد، مريم. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد الحمد لله. عايزه اكلمكم النهارده في موضوع غريب شويه. تعرفوا ايه عن المسؤوليه؟ المسؤولية دي حاجة الواحد لازم يقدر عليها ويشيلها. المسؤولية دي محتاجة حد يبقى كبير في السن وفاهم يعني ايه مسؤولية وفاهم يعني ايه ان هو يتحط في موقف، وليها أهمية كبيرة، أهم أهمية في الحياة اللي هي المسؤولية. شكلك فاهم يا نص. وكمان لازم كلنا نتحملها. مين شايل المسؤوليه في البيت اكتر، ماما ولا بابا؟ بالنسبة لي ماما. ماما ماما هي اللي شايله المسؤوليه. ليه؟ ماما بتعمل ايه؟ ماما بتعمل حاجات كتيرة جدا. بتغسل المواعين، بتغسل المواعين وبتخلي وتعمل الوقت. الفطار وتنزل وتجيب الطلبات البيت وتعمل حاجات كتيرة جدا. من الواضح يا محمد ان الرجاله ملهاش دور في المسؤوليه، ولا ايه؟ لا طبعا، أحيانا كتير بيكون بابا ليه مسؤوليات، إن هو بينزل كل يوم الشغل عشان يطلع يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. طب ما هو عنده حق برضه محمد يا تاليا. أيوة. بالنسبة لي الاتنين، يعني الاتنين محتاجينهم في حاجات كتيرة في حياتنا. الاتنين ليهم أهمية. ماشي، بس اللي شايل اكتر ماما. هل المسؤول عنك يا مليكه من حقه يتحكم فيكي؟ أنا بالنسبة لي أنا ما بحبش حاجة اسمها حد يتحكم بيا، أنا مش يعني حتى لو ماما او بابا؟ لا، ماما ماشي، بابايا كمان، بس أخويا لا. أنا عادي ماما وبابا يتحكموا فيا، أنا ما بحبش أي حد يتحكم فيا. هو بابا وماما هما اللي يتحكموا فيا عشان هما اللي خايفين على مصلحتي وعارفين المسؤولية اللي أنا ممكن أقدر أعملها. طيب انت شايف ان الواحد يقدر يشيل المسؤوليه وعنده كام سنه؟ أول ما يكبر، يعني عدى 18 سنة، من بعد 13. عشان يبقى عنده عقل، هو فاهم هيعمل ايه. طب يا محمد، انت شايف ان هو عنده 13 سنه ممكن يشيل مسؤوليه؟ أيوه. زي ايه؟ يعمل ايه؟ يبدا يعمل ايه عشان نقول ده شخص مسؤول؟ هو ممكن من بداية 13 سنة لو دماغه شغالة، يعني ممكن يبتدي يعمل مشاريع أو يعمل زي حظاظات، يعني يبيعها للناس، أو زي نظام مج يكتب عليه الأسامي أو صور. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ يعني يبدا يشتغل. أيوه. هو انت شايل مسؤوليه؟ بتعمل ايه؟ أنا عامة في البيت لما بيكونش أبويا ماما وبابا مش موجودين بشيل مسؤولية أختي، أكل شرب دراسة مذاكرة، بحمل مسؤوليتها عامة. الصراحة فعلا؟ شايل مسؤوليتك؟ بيخلي باله منك؟ كويس قوي. طيب وانت شايله اي مسؤوليه؟ يعني انا ما بعرفش اتحمل مسؤولية حد، انا واحدة كل شوية بتنسى حاجة. مش لازم مسؤوليه حد، ممكن تشيلي مسؤوليه حاجه معينه. ممكن زي في الغالب لما مثلا في وقت كده، مثلا مذاكرة حاجات، بتبقى الميس بتقول لي حاجه، هي بتقول لي لازم انت اللي تعمليها لوحدك، فدي بتبقى بالنسبه لي حاجه مهمه. هو بالنسبه لي المسؤوليه اللي انا لما ابقى قاعده لوحدي في البيت اعمل الواجب، اظبط عشان لما ماما تيجي ما تلاقينيش ما عملتش الحاجه اللي عليا. وانت يا مليكه ايه مسؤولياتك في البيت؟ اني انظف المكتب بتاعي والسرير بتاعي، واني اعمل الواجب بتاعي واركز في الحصه بتاعتي. طيب والحاجات دي لو ما عملتيهاش حد بيحاسبك ولا انت بتحاسبي نفسك اكتر؟ انا بحاسب نفسي اكتر. انا بالنسبه لي ماما بتحاسبني. انا عامه انا لازم اشتغل على نفسي ايا كانت المسؤوليه ايه، دراسه، حياه، عامه لازم اشتغل على نفسي عشان اطلع احسن حاجه. انا بحاسب نفسي عشان ما ينفعش الحاجه اللي عليا ما اعملهاش. تفتكري يا مريم المسؤوليه هي السبب الاول لامراض السكر والضغط؟ لا. امال ايه السبب الاول لامراض السكر والضغط؟ انا للأسف نسبة شفائه لا تتعدى 1%. ليه يا مريم بتعملي ايه في ماما وبابا؟ عشان بقعد علشان انا بقعد اعمل حاجات ما بتسمعش كلمه، بقعد اعمل حاجات. بتعمل ايه يا محمد؟ بعمل مشاكل في البيت هي كتير. عامه اكتر حاجه بتعملها ان هي ما بتذاكرش. محبش الواجب. ولا انا. تقيله المسؤوليه يا مريم؟ قوي. طب تفتكري المسؤوليه لو شلناها بره التلاجة كام يوم تبوظ؟ ايه كتير. تفتكري يا تاليا المسؤوليه هي المسؤوله عن امراض السكر والضغط؟ لا. امال ايه اللي مسؤول عن امراض السكر والضغط؟ لا، دي مريم. تفتكري يا مليكه تقيله المسؤوليه؟ انا مسؤوليتي التقيله اني انضف الاوضه بتاعتي. دي اتقل مسؤوليه عندك صح؟
رخمه المسؤوليه دي. اتقل مسؤوليه عندي اللي انا اعمل الواجب. لا انا بالنسبه لي اتقل لا مسؤولية الواجب سهل. لما حد من صحاب ماما او حد انا اعرفه ويبقى معاه اخ صغير، فهو يروح مثلا يشوف حاجه ويتاخر عليا، يعني الطفل ده بيفضل لا انت عايز كده واحد. انا لو مكانك مثلا يدخل اوضتي يعمل اي حاجه يكركب لي، وبعد كده اول ما يمشي انا اتحمل بقى المسؤوليه. اللي هو بتبقى صعبه جدا. حاجه عمري يا محمد في حاجه حصلت وانت اللي اتحملت مسؤوليتها برغم ان ما كانش ذنبك؟ في اللي مرة حصل؟ كده كنت طالع، كنت في المدرسة عامة يعني. اليوم الدراسي خلص، طلعت أنا وأختي في بقى واحنا داخلين بنعمل أكل عامة يعني، في طبقين قاموا مضروبين في بعض وقاموا واقعين على الأرض. اوبا. فأنا طبعا زي الشاطر فقمت واخد بقى وفضلت أنضف في انا المطبخ بقى على أساس إن جريت هي، انا جريت وأختي طبعا جريت، انا جريت على البلكونه وقفلت الباب عليا وجريت بقى. فأنا طبعا زي اتصل الشاطر. ماما متوقع طبقين. صانع اليابان ولا صانع الصين؟ ده صانع بلد بجنيه ونص وما بيتكسر. لبستها لي أنا في الآخر. وكانت هي اللي موقعاهم؟ طب أنا احب اللي اقول لك وقعته. بتناولني الأطباق متوقعة على الأرض. والحقيقه دي حد اكتشفها ولا لسه؟ ماما قريب. انا ما بكدبش على ماما. أنا لا هي بتعمل اللي عاملة، وتيجي لما ماما تيجي تقول لها أنا، بعد ما كلمتها في الموبايل تقول لها مين؟ محمد. يعني انت في التليفون تلبسها لي وفي الحقيقه تقول لها انا تقول لها ان الحقيقة، تقول لها الحقيقة. طب لو جت ماما تضربها بتحوش عنها ولا بتقول فرصه؟ لا بحوش عنها بصراحة. بيحوش عنك ولا بيكذب؟ بيحوش في اوقات واوقات لا. اوقات بيبقى جايب اخره. اه مليكة عندك اخوات اصغر؟ لا. واكبر؟ لا. انتي لوحدك؟ عشان كده انتي شايله المسؤوليه. طب تفتكري لو في حد ممكن يشير معاكي المسؤوليه تحبي يكون مين؟ يحب يكون حد اكبر ولا اصغر منك؟ اكبر. انا بالنسبه لي في عشان الوسط. يشيل انا وهو مسؤوليتي. يبقى نفس كاننا توينز. انا اكبر عشان يتحمل المسؤوليه مثالي. زي كده. هو ده اللي بيتحمل المسؤوليه. لو فجاه بقيتي مسؤوله عن البيت ولازم تجيبي فلوس هتعملي ايه؟ لو انا كبيره هنزل اشتغل. ولو انتي صغيره؟ هعمل حظاظات هقعد احوش. ممكن مثلا ابيع الخرز اللي عندي او اعمل حظاظات وابيعها برضو انا شايفه مشروع الحظاظات ده ناجح في الجيل ما شاء انا الله. اول مره أيوة. جربت جدا. بتشتروا حظاظات من الناس حد قدكم؟ بيدينا 20 لا، او أنا مش 30 جنيه بشتري. بالنسبه لنا بتبقى أنا فرحه بجيب كبيره الخرز. اصلا. انا بشتري الخرز عامة وبعمله وابيعه. انا عايزه اقول لك حاجه بقى. انا اول بقى ما اجيب الفلوس لما حد بيديني فلوس في العيد اقوم محوشاهم في الاخر. لما احوش فلوس كتيره اروح اجيب علبتين خرز ولا 3 كده. انا ممكن عامة ابيع حاجة مهمة بس على الاقل. ابيع عفش البيت مثلا؟ لا ممكن أنا استغنى عن بالنسبة حاجة. هو لو باع ممكن ابيع شويه خرز اجيب منهم فلوس فاشتري الخرز التاني، فكده يعني مثلا كميه في كميه فممكن يزيدوا في وممكن الخرز اللي عندي الكتير ده ممكن انزل ابيعه. هل قفل النور لما نخرج من الاوضه يعتبر نوع من انواع المسؤوليه؟ ايوه. علشان لو احنا مطفناش النور هيسحب نور اكتر. ايوه يعني هيسحب وهتيجي كهرباء زيادة. وهتيجي كهرباء كتير، يعني الفلوس هتبقى كتير. يعني انتوا عايزين تفهموني ان انتوا بتطلعوا من الاوضه تطفوا النور عشان انتوا شايلين هم الكهرباء؟ بالنسبه لي لا، انا أنا مره مش مرتين بس، انا وساعات اصلا بسيب اللمبه وانا نايمه عشان وانت بخاف يا اصلا من مليكه الضلمه. بتطفي النور ولا بتسيبيها؟ الاكثر بطفي النور. اما ساعات بقى اما يكون مثلا ايه، يعني انا اوضه ماما واوضتي مثلا ايه رايحه اجيب حاجه من اوضتي وراجعه مش بقفل النور. ايوه دي بالنسبه يعني لي لو جايبه صغيرة حاجه كده. وهخش انا تاني اوقات الأوضة. بنسى النور مفتوح، اوقات بقفل النور. وانت يا محمد؟ لا انا ممكن يعني عشان ما يكونش فيه استهلاك كبير ممكن اشغل النور في الحتة اللي احنا متواجدين فيها. وعندي حاجه اسمها وناسه شبه النور كده بشغلها. لو في حد قبل كده من ماما او بابا ضيع مفتاح البيت او العربيه؟ انا ضيعت مفتاح البيت؟ وانتوا؟ انا انا مره سبت المفتاح في الباب وقفلت الباب. ما شاء الله عليكي. بس وانت يا الحمد تالي؟ لله فتحنا الباب من غير تكسير ولا الحمد حاجة. لله انا اصلا ما باخدش مفاتيح حد، بياخدوها مني عشان بيخافوا. لكن ماما وبابا عمرهم ما ضيعوا مفتاح. لا طب احكي لنا يا محمد. احنا كان معايا جده كان معاه المفاتيح بس احنا مش عارفين نفتح الباب. المفتاح ميدو نسيوا معاه واحنا بقى مش لاقيين، غيرنا أكرة الباب عشان مش لاقيين مفتاح. ينفع الكلام اللي بتقوله ده؟ غيروا أكرة الباب؟ كنت في المدرسة بقى.
نسوا في المدرسة. دي جايه تفضحك. اختي بقى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع صلاة النبي. ضيعت حاجه قبل كده يا محمد وماما قالت لك انت مستهتر؟ لا بصراحه. هو يعني ايه مستهتر؟ يعني يعني ايه مهمل. هي ماما ما بتقوليش مهمل. مهمل. انا مش ماما مهتم ما بحاجته. بتقوليش انت ما قالتليش قبل كده، بس انا بضيع حاجات كتير. بقول لك ايه يا خالتي، هو انت شايفه ان محمد مستهتر ولا شخص مسؤول؟ شخص مسؤول. مستهتر يعني اللي هو ما بيهتمش بحاجه، مش مسؤول على حاجه كده. بالظبط. انا مره ضيعت الكابيشو بتاع لا دي حاجه امرها سهل. تعرفي يا مليكه تحطي لي كلمه مسؤوليه في جمله؟ انا دايما بشيل المسؤولية. انا مسؤوليه على تنظيف الاوضه. المسؤوليه هي اهم الصفات. المسؤولية احنا بنشيلها. شرفتوني ونورتوني. شكرا. باي. باي.